الفيديو اللي هتسمعه النهارده لخالد الغندور وهو بيحقد وبيغل على امين صندوق النادي الاهلي خالد مرتجي وتصريحاته الاخيره بعد فوزنا بكاس مصر. هسمعك دلوقتي خالد الغندور وبعدين نرجع نرد عليه تاني، بس انت اعمل لايك وشير واشتراك معانا في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. يلا نسمع خالد الغندور وبعدين نرجع نرد عليه تاني، يلا بينا. حط العنتريه لامين صندوق النادي الاهلي الاستاذ خالد مرتجي بيقول تصريحات عنتريه وبتيجي على دماغه في الاخر. يعني هو بيقول تصريحات، يعني مثلا يقول لك ايه، يقول لك ده الزمالك استفاد ما اعرفش ايه، بعد كده يطلع يعتذر يقول لك ويبتدي الناس ترد عليه تقول لك معلوماتك غلط. يعني ما تيجي تدافع عن النادي بتاعك او تقول كلام وانت امين صندوق النادي، قول معلومات صح طيب عشان الناس حتى كمان ما تقولش ان انت بتقول عن معلومات غلط يصححوا لك. شوفوا بقى بيقول ايه، تعالوا نشوف كده على الشاشه وهو منزلها على صفحته على فكره. سيبكم من كل ده، قال لك الاهلي الاكثر تتويجا محليا وثاني اكثر تتويج عالميا. تمام، الدولاب بتاعنا كبير قوي ولذلك نحن الاعظم في افريقيا ونحن نادي القرن في افريقيا غصب عن اي حد. هقول لكم الكلمه الاخيره، ونحن نادي القرن في افريقيا غصب عن اي حد. ده بناء على ايه؟ ان انا اكثر تتويجا، ان انا اكثر بطولات. يعني كابتن خالد مرتجي بيقول لجمهور مصر الزمالك هو نادي القرن في افريقيا لانه كان الاكثر تتويجا في نهايه الالفيه الثانيه وكان الاكثر بطولات في نهايه الالفيه الثانيه، وكان 9 بطولات والاهلي 7 بطولات. يعني هو كلامه بيناقض نفسه، هي دي شيزوفرينيا بعينها. انا الاكثر تتويجا، انا الاكثر بطولات، انا الاعظم، عشان كده انا نادي القرن غصب عن اي حد. هو فعلا غصب عن اي حد بيعرف معنى العداله ومعنى الحق ومعنى ان ال9 اكتر من ال7 ومعنى ان انا ما عنديش مصطفى مراد فهمي في الاتحاد الافريقي وما عنديش مجاملات وما عنديش تظبيطات. ودلوقتي بتتكلم على الاكثر تتويجا والاكثر بطولات، وزمان كنت بتتكلم على الاكثر نقاط. يعني زمان ما يجوا يقولوا نادي القرن، ليه يا عم الاهلي نادي القرن؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انا اكثر نقاط. طب ما انا اعمل ايه؟ ده انا اكثر تتويجا واكثر بطولات. لا يا حبيبي، مش بالبطولات، هي بالنقاط. طب دلوقتي انا جامد، ده انا زي ريال مدريد، ده انا تاني واحد. طب ريال مدريد ده دوري ابطال اوروبا، انت هتقارنه بدوري ابطال افريقيا؟ لا، ما دي المره دي مش بالنقاط، بالبطولات بقى. وهكذا هو الاعلام في مصر، وهكذا يصرح المسؤولين في مصر، وهكذا هي تاني غلطة لخالد مرتجي في تصريحاته العنترية أمين صندوق النادي الأهلي. بعد ما سمعنا خالد الغندور وسمعنا تصريحاته الخزعبلية اللي دايما بيحاول يتريق على النادي الاهلي وبيحاول يقلل من النادي الاهلي، فانا عايز اقول لك ان يعني انت بتقول نادي القرن ولسه بتتكلم في قصه نادي القرن وال9 اكبر من ال7، وانت خلاص احنا داخلين في قرن جديد وانت لسه بتتكلم في القرن اللي فات، وبقت دلوقتي بتتكلم عن النقط وبتتكلم عن البطولات. فانا عايز اوصل لك بس يا معلم خالد، انت المفروض يتقال لك يا معلم خالد او اسطى خالد، او يا اقول لك ايه، بس انا مش عايز اهين ولا اقول اي كلمه مهينه، لان الكلام المهين ما بيطلعش مننا او الكلام العيب ما بيطلعش مننا. احنا بنوصل لك بس الرساله وبنرد عليك بالمنطق. هو الراجل طالع بيقول لك انا الاكثر تتويجا بالبطولات، انا نادي القرن، يعني بيقول لقب عنده. الراجل بيقول لك لقب عنده، ما بيقولكش ان انا الاكثر تتويجا بالبطولات يبقى انا نادي القرن، لا، هو بيقول لك نادي القرن، يعني انا القرن ده او نادي القرن ده هو اصلا نادي القرن. فهو بيقول اللقب، انا بقول اللقب اللي عندي، انا الاكثر تتويجا بالالقاب. ما هو غلط في ايه؟ انا عايز افهم بس هو غلط في ايه؟ وشيزوفرينيا ايه؟ انت تعرف يعني لو جيت اقول لك قول لي الكلمه دي بالعربي مش هتعرفها، لان انت اصلا بتعيد كلامه، او بمعنى الاصح السكريبت اللي هم جهاز الاعداد بتاعك او الرجاله اللي شغاله حواليك هم اللي بيدوك الكلام ده، هم اللي بيقولوا لك كده عشان تكون في الصوره، وهم اللي دايما بيحاولوا، وهم اللي مشغلين لك صفحه الفيسبوك، وهم اللي بيردوا في صفحه الفيسبوك. فانا عايز اوصل لك بس كل الكلام اللي انت بتقوله ده ما فيهوش اي شيزوفرينيا وما فيهوش اي حاجه. الراجل طالع بيتغنى بنفسه يا اخي، الراجل عامل بطولات، الراجل جايب بطولات. انت ايه اللي غيظك؟ ايه اللي جايبك يا لمونه؟
هي الليمونه لازم يعني لازم تتعصر. الليمونه دي بتبقى يعني شوف النوع الحامض، النوع الحامض كده انت بتتعصر زي الليمونه الحامضه، يعني لون حامض كده، بص يعني بصر الليمونه كده ودوقها بص تلاقيها حمضانه من انواع الحامض اهو. انت عامل زيهم بالظبط انواع الحامض دول. بكلمك بما يرضي الله، لان كلامك كله لا يا ابني ركز في فرقتك، يا ابني دور على مشاكلك، يا ابني انت لا عندك فرقه ولا عندك مدير فني ولا عندك اي حاجه. ركز في مشاكلك، عندك عقود بتتسرب، عندك اداره، ما تدور على مشاكلك. انت مركز مع الاهلي، انت خلاص فشل غيرك بقى نجاح ليك. هو ما انا لو من وجهة نظري انا شايف ان انتم كزمالك باصين لفشل الغير يبقى نجاح ليك انت. ما هو انت هنروح لبعيد ليه؟ ما هو رئيس ناديك اصلا قال هو جمهور الزمالك زعلان ليه؟ اذا كان الاهلي لسه لا خد بطوله ولا عمل اي حاجه، اهو الاهلي خد الكاس. من حق دلوقتي جمهور الزمالك يزعل على غندره ولا ايه؟ ما انا عايزك ترد عليا يا غندره. ولسه ده انت لسه هتخش بقى في مواضيع كهرباء ولسه مش عارف ايه، والحلقه بتاعتك كلها بتبقى عباره عن النادي الاهلي. والله بجيبك اتفرج عليك عشان بتقول اخبار النادي الاهلي وبتجيب اخبار للنادي الاهلي. يعني مش عايز اقول لك الاهلاويه نفسهم ما بيجيبوهاش، انت بتجيب اخبار للنادي الاهلي الاهلاويه نفسهم ما بيجيبوهاش. فاحنا بنحب نتفرج عليك عشان مبدأ واحد ناخد منك معلومه، تاني حاجه نضحك عليك، تالت حاجه نعمل عليك فيديوهات. ايوه ما هو ده الكلام اللي احنا بنعمله عشان بس تكون في الصوره. التلات حاجات دول بناخدهم منك، معلومه قد تكون صحيحه او خاطئه واحنا بنعرف نفرق ما بين دي وما بين دي، ومعلومه بنعرف نفرق ما بينها اذا كنت انت بتقولها صح او غلط او بتقولها غل او بتقولها كنوعك انت زملكاوي او اهلاوي، وبنعرف نفرق بقى، بنعرف نفرق. حتى انت في كلامك بتكون بانتماء او بتكون بمعلومه بيبان عليك قوي، او ما بتكون مغلول بتطلع كلام بيطلع منك كده زي العسل. لما بتكون مغلول او بتكون مثلا النادي الاهلي واخد بطوله او النادي الاهلي معلم عليك في حاجه او النادي الاهلي يعني النهارده لسه في فيديوهات انا جايبها بس هنزلها بعدين. هو بيتكلم عن موضوع كهربا، واللي انت ما تعرفوش ان كهربا لا هيدفع غرامه ولا هيتوقف. وهتعرف دلوقتي وبكره انت هتطلع بنفسك تقول لك كهربا هيدفع فلوس ولا هيتوقف، وهتشوف. وانا وانت والزمن طويل، وهنطلع وهنجيب فيديوهاتك برضك وهنقعد نضحك عليك زي فقرات موكا كوميدي اللي انا بقول لك عليها ومتعودين عليها يا برنس. وكل القناه هنا مليانه فيديوهاتك وضحك للركب وبنرد عليك ومفيش اي مشكله، عادي جدا. احنا هاديين ونفسنا هاديه والدنيا جميله ومفيش اي مشكله، والناس هتدعمنا باللايك والشير عشان خاطر عارفين ان انت كلامك في مهب الريح واحنا كلامنا اللي قاعد على وش الارض. شكرا لكل الناس، ما تنساش تعمل اللايك والشير وتشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس، واللايك بتاعك مهم للفيديو عشان خاطر يوصل لناس كتير. الفيديو اللي انت بتعمله لايك ده دعم منك ليا ودعم منك للفيديو نفسه عشان يوصل لناس كتير، لان اللايك ده يعني هو اليوتيوب اللي بيطلب مننا ان احنا نطلب من الناس اللايك عشان خاطر يثبت ان الفيديو ده عجبك. فبما انه عجبك، بما انك هتعمل لايك او شير لبعض الناس، فالناس تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلها كل فيديو جديد. حبايب قلبي اشوفكم في فيديو جديد.